السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة أكلات مطبخ مزيكا. النهاردة هنعمل مع بعض سندوتشات الشاورما في العيش السوري. بس قبل ما نبدأ في حلقتنا عايزين نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب، وكمان ما تنسوش الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، وكمان تزودوا أسرتنا، أسرة قناة أكلات مطبخ مزيكا، وهتكتر بيكم بإذن الله. يلا بينا نبدأ من المكونات. عندنا طبعا شاورما فراخ اهي، شاورما فراخ، قوطة وفلفل ألوان، تمام. وعندنا عيش السوري اهو، وادي اهو بقيته كمان جايبه. وعندي كاتشب ومايونيز، وهبدأ على طول اعمل الساندوتش. باخد كده حبة اهو كده. طبعا انت ممكن تعملها بأي حاجة، ممكن لو بانيه، ممكن لو لحمة مثلا متقطعة مكعبات اللي هي مثلا شبه الكباب الحلة او غيره، ممكن بأي حاجة. لكن انا عن نفسي بحبها بالفراخ، بتبقى افضل يعني بالنسبة لي. طبعا بقى ايه، تجيب حبة كاتشب. طبعا لو انت عندك تومية تحط تومية اهو. هنحط برضو حبة مايونيز بعد كده هنبدأ نلف اهو، نبدأ نلف بقى السندوتش بتاعنا اهو اهو اهو. طبعا اكون بقى محضر الصينية بتاعتي عشان ايه احطه. طبعا لسه هديله ايه تشميعة كده نهائية كده، وبعد كده ايه بقى ابدا بقى اكل عادي. خلاص التشميعة دي طبعا ايه بتعملها في طاسة، ممكن بحتة زبدة او لو سنة زيت، ما عندكش زبدة مفيش مشكلة، وبتبدأ تشوحها من الجنبين عشان بس ايه تقدر يبقى كله تمام وكله مستوي. طبعا الشاورما عندي مستوية، فيبقى هو كمان ايه خدت التشويحة دي، فالعيش نفسه بقى مستوي. وهرجع لكم تاني بعد ما اخلص كل السندوتشات، وبعد كده نروح مع بعض نشوح. وبعد ما عملت كل السندوتشات بتاعتي اهي وبقت جاهزة، دلوقتي هروح اعمل التشويحه اللي قلت لكم عليها في الطاسه اللي هي بالزبده، وارجع لكم في الشكل النهائي للسندوتشات. ده الشكل النهائي للسندوتشات بعد ما اديتها التشويحه في الطاسه بالزبده كده، وخدت التشويحه الجميله دي واللون اللي قريب من الذهبي. وكده السندوتشات خلصت، سندوتشات الشاورما في العيش السوري. طبعا ممكن تعملها انت باي حاجه عندك، اي حشو ان كان بانيه او لحمه زي ما قلت لك، او حتى لو عايز مثلا تعملها بالسي فود مش مشكله. المهم انك ايه تعمل اللي انت بتحبه، وبالهنا بالشفا. يا رب دايما وصفاتنا تعجبكم باذن الله، وما تنسوش الاشتراك والاعجاب وتفعيل زر الجرس، وتصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب. واشوفكم في حلقات جديده ووصفات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.